مش هخفي على حضراتكم سرا، هو الكابتن سيد معوض اتكلم وقال بالحرف: أتمنى الجلوس مع المسؤول عن التعاقدات في الزمالك ومعرفة ماذا يتعاطى بسبب إبرام هذه الصفقات. الحشيش تمام؟ حاجه هايله قوي زي الفل يا سيدي الناس. الحمد لله. وبعدين قال: اللعيبة في الزمالك يرحلون ولا تزال مستحقاتهم جارية. مش محتاجة حاجة يعني. حضرتك ما بتعرفش تطلع هوا وتتكلم، ما تتكلمش. ايه يا فوزية؟ بتعيطي ليه يا فوزية؟ ما بتعرفش تقول تصريحات يا كابتن، ما تقولش. بص يا كابتن سيد، ليك كل الاحترام والتقدير انت وغيرك. لما حضرتك تيجي تتكلم عن الزمالك يا ريت يكون في استخدام للمصطلحات اللي ينفع ان انا استخدمها. انتي فلة قشطة. وحضرتك فاهم قصدي كويس. يكون في احترام، ادب، عدم استخفاف، لان جمهور الزمالك زي ما اتكلمت وقلت قبل كده لن يقبل كدبة هتاكلي بالسبسب واحط وشك في النار. اي محاولة ان يكون فيها استخفاف او تقليل، لانه قلت قبل كده وهقول يوم ما هيكون في دم خفيف هيكون ملوش اي علاقة بنادي الزمالك. يخرب بيت الجسم يشال منها اللي عليها جامد يا سعاد. دي نكت خارجية ولكن لن تمس باحترام نادي الزمالك. انتوا ناس وسخه.